السلام عليكم وأهلا بكم. مخالفات البنى في مصر صداع في رأس الحكومة لسنين طويلة. كل شوية الحكومة تعلن عن قرب إصدار وتفعيل قانون التصالح في مخالفات البنى، والمواطن خايف من العقوبة أو إن العقار يتسحب منه بعد ما صرف عليه دم قلبه. صراع كده بين الطرفين بقاله كام سنة، وفي ترقب من الحكومة والمواطن عشان القصة دي يتعرف هترسى على إيه ولغاية فين. لغاية ما الحكومة أعلنت من كام يوم عن سرعة تفعيل قانون التصالح رقم 187 لسنة 23 في بعض مخالفات البنى وتقنين أوضحها، واللي صدق عليه الرئيس السيسي مؤخرا. الحكومة عايزة تخلص من القصة دي، واحنا هنناقش هنا بقى كل الحلول عشان تخلص من الصداع اللي في دماغها بقاله فترة طويلة. تعالوا في حلقتنا النهاردة اللي هتكون دسمة جدا بالمعلومات عن كل ما يخص قانون التصالح، نناقش فيها كل الآليات والخطوات اللي المفروض تعملها لو انت صاحب عقار أو شقة وعندك مشاكل في التصالح. ركز معانا في الحلقة المهمة وهنجاوب عن كل اللي بيدور في دماغك من أسئلة في المراية. أخوكم محمد فرج يحييكم، ويلا بينا نبدأ الحلقة. أهلا بكم مرة تانية. من كام يوم الحكومة عملت اجتماع عشان سرعة تفعيل قانون التصالح. إيه الكواليس اللي دارت؟ الاجتماع اللي أجراه الدكتور مصطفى مدبولي من كام يوم لمتابعة تفعيل قانون التصالح في بعض مخالفات البنى وتقنين أوضاعها كان بحضور وزير العدل، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وزير الإسكان وبعض المسؤولين. المهم الهدف من الاجتماع كان سرعة تفعيل قانون التصالح في بعض مخالفات البنى وتقنين أوضاعها بعد مطالبات كتيرة من المواطنين انهم يتصالحوا عشان اوضاعهم تستقر في قصة مخالفات البنى. المستشار عمر مروان قال انه تم اعداد المسودة الاولى للائحة التنفيذية للقانون، وانه من المقرر صدور اللائحة في موعد اقصاه 22 فبراير، وبيتم حاليا مراجعة الوزارات المعنية بشأن تفاصيل اللائحة. رئيس الوزراء وجه بضرورة اعتماد التيسيرات على المواطنين عشان تتحل المشكلة دي بشكل جذري. يا ترى الموقف اصلا كان فين ووصل لحد فين؟ الحكومة أعلنت أنه تم إزالة ما يزيد عن 22 ألف حالة تعدي بالبنى على الأراضي الزراعية من بداية الحملة المكبرة للإزالات في أكتوبر 2023 بمساحة 1204 فدان، وكمان إزالة 3786 حالة مخالفة بنى بمساحة 733 ألف متر مربع. قالت إن إجمالي محاضر التبوير والبنى وصل أكتر من 27 ألف محضر. الجهود دي تم تنسيقها بين الوزارات المعنية، الزراعة والداخلية والعدل، إنه يقوم مشرف الحوض بالمرور الدوري وتحرير محاضر تشوين تبوير أو تعدي بالبنى وإرسال الصورة دي طبقا لنصوص القانون لرئيس قسم حماية الأراضي الزراعية بالمركز أو المدينة، عشان رئيس قسم الحماية يبلغ المأمور ورئيس الوحدة ومديرية الزراعة التابع ليها، ويتم إزالة التعدي من الأساس. الحكومة عملت عقوبات قوية عشان توقف قصة المخالفات دي. أول حاجة إيقاف الدعم التمويني لفوق 86 ألف مخالف بسبب التعدي بالبنى على الأراضي الزراعية. كمان توقيع عقوبات على الموظفين المتعاقصين بالوحدات المحلية والجمعيات الزراعية. كمان تم عزل عدد 4 رؤساء وحدات محلية من وظائفهم، و4 نواب رؤساء وحدات محلية، و5 مديري حماية أراضي، و7 مديري إدارات زراعية، وحوالي 90 من موظفين بالإدارات الزراعية، وإحالة 101 بالوحدات المحلية للنيابة الإدارية، و63 فني بالإدارة الهندسية للنيابة العامة. وده أكبر دليل إن محدش بيهزر في القصة دي. تعال بقى كده بعد ما عملنا استعراض لاجتماع الحكومة نتكلم عن القانون ده ونفصصه حتة حتة عشان تبقى الصورة واضحة قدامك وتشوف موقفك وصل لحد فين. عايز أقول لك إن عدد المباني المخالفة في مصر وصل ل 2.8 مليون مبنى على مستوى الجمهورية. عدد الأدوار المخالفة 399087 دور. عدد الوحدات المخالفة 107 مليون وحدة. كمان هنلاقي بيقترب عدد الوحدات المخالفة بكل المحافظات ل 20 مليون وحدة. في القاهرة والجيزة أكتر من 209 ألف مبنى مخالف. أرقام مرعبة جدا. طب يا ترى إيه هي أنواع مخالفات البنى؟ أول حاجة مخالفة البنى بدون ترخيص. كمان مخالفة تغيير الاستخدام، زي لو أنت غيرت
سكني لتجاري أو إداري، مخالفة عدم المطابقة للاشتراطات التخطيطية والبنائية السارية، مخالفة الرسومات المعمارية والإنشائية للترخيص الصادر، تعلية أدوار مخالفة بعقار مرخص بالمخالفة لرخصة البناء، البروز بقى والتعدي على خطوط التنظيم، وآخر حاجة مخالفات البناء على أملاك الدولة. طيب إمتى يكون البناء مخالف؟ المخالفات اللي بينص عليها القانون هي إن كل مبنى بيتم بناؤه دون ترخيص أو خالف شروط الترخيص بيهدد السلامة الإنشائية للمبنى وبيخالف الرسومات المعمارية، أو تغيير استخدام العقارات ونشاطها، أو عمل تعليات دون اشتراطات هندسية. كل ده مخالف لقانون التصالح. ركز. طب إيه الأوراق المطلوبة في قانون التصالح؟ حضرتك هتجيب شهادة من الحي أو المركز أو المدينة التابع له المبنى تثبت فيها إن المنشأة المراد التصالح فيها مأهولة، وتجيب محضر المخالفة أو صورة طبق الأصل منه لو كان صادر، والمستندات اللي بتثبت الملكية أو الإيجار أو الحيازة القانونية للمبنى المطلوب التصالح عليه، ومخططات المبنى المراد التصالح عليه موقعة من مهندس نقابي مرخص له في القصة دي. طب إيه هو طلب التصالح؟ بالبلدي كده الطلب بيتقدم للجهة الإدارية المختصة خلال مدة ما تعديش 6 شهور من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون، وده بعد سداد رسم فحص هتدفعه نقدا أو إلكتروني وبما لا يتجاوز 5000 جنيه. هل التصالح في المباني يعتبر ترخيص؟ أيوه، يعتبر صدور القرار بقبول طلب التصالح على الأعمال المخالفة للمباني بمثابة ترخيص منتج لجميع آثاره بالنسبة للأعمال المخالفة محل الطلب، وده وفقا للمادة السادسة من قانون رقم 17 لسنة 19 بشأن التصالح في المخالفات البنائية وتقنين الأوضاع، والمعدل القرار رقم 1 لسنة 2020. هل المخالفات في البناء تسقط بالتقادم؟ في القانون عموما تسقط جنحة مخالفة البناء بمرور مدة معينة تسمى مدة التقادم، ومدة التقادم في جنحة مخالفات البناء هي 3 سنين تبدأ من تاريخ ارتكاب الجريمة وتاريخ الانتهاء من البناء بدون ترخيص. من له حق التصالح في مخالفات البناء؟ 2 من ممثلي الجهة الإدارية المختصة، 2 من المقيمين العقاريين المعتمدين من هيئة الرقابة المالية، ممثل لوزارة المالية اللي هي الهيئة العامة للخدمات الحكومية. إيه عقوبة عدم التصالح في مخالفات البناء؟ المادة 102 من القانون الموحد رقم 119 لسنة 2008 بتنص على عقوبة بناء بدون ترخيص داخل الحيز العمراني، وجاء نص المادة كالتالي: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 5 سنوات أو الغرامة التي لا تقل عن مثلي قيمة الأعمال المخالفة ولا تجاوز 3 أمثال نفس القيمة على من قام بإنشاء مباني أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو إيه الشروط اللي ما تنطبقش عليها قانون التصالح؟ مش هيطبق عليك قانون التصالح لو ارتكبت أي مخالفة من دول: الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء، التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة، وحقوق الارتفاق المقررة قانونا، إلا لو تم الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتقاق بناء على نصوص القانون. هل تم إعفاء القرى من قانون التصالح؟ إعفاء القرى من شروط المعاينة لو كانت المساحة أقل من 200 متر مربع وبيتكون من أرضي و3 طوابق، يعتد بقرار التصالح على مرور تلك المدة دون إجراء تلك المعاينة. عدم سداد رسم فحص جديد أو مقابل جدية التصالح في حال سداده من قبل. سيتم العمل بالقانون فور إقرار اللائحة التنفيذية للقانون. ركز. هل يجوز التصالح على أملاك الدولة؟ يجوز في حالة قيام صاحب الشأن بتقديم طلب لتوفيق أوضاعه وفقا للقانون المنظم للشأن ده وطبقا المادة الأولى من قانون التصالح في بعض مخالفات البناء. هل يجوز التصالح في البناء على أرض زراعية؟ ركز تاني معلش. قانون التصالح في مخالفات البناء 2023 على الأرض الزراعية شمل التصالح في مخالفات البناء على الأرض الزراعية، لأنه أجاز للجهة الإدارية المختصة التصالح في المخالفات البنائية اللي وقعت قبل العمل بأحكام القانون، ومنها ما يتعلق بالمساحات اللي فقدت مقومات الزراعة من الأساس. يعني إيه التعدي على خطوط التنظيم اللي قلناها فوق؟ التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة، أو بمعنى أصح التعدي على الخطوط الواقعة على الشوارع التخطيطية غير المنفذة على الطبيعة، أو اللي ما تنفذتش على الطبيعة في الشوارع بمعنى أبسط. بكده أعتقد نكون جاوبنا على كل استفساراتكم واللي بيدور في دماغكم بخصوص قانون التصالح.
في 17 س وج، وهنبلغكم بكل التطورات أول بأول كالمعتاد. قول لنا في التعليقات رأيك في موضوع النهاردة، وما تنساش تعمل لايك للفيديو عشان يوصل لأكبر عدد ممكن من المهتمين بالقصة دي، ولو بتشرفنا لأول مرة اعمل سبسكرايب وما تنسناش في الدعم والشير. سلام عليكم، ونشوفكم دايما على ألف ألف خير.